وكلما زاد تعويقها زاد إلحاحك. يقول ابن الجوزي: وتنسى أنها قد تمنع لأحد أمرين. تنسى إنه أصلا ممكن يكون الموضوع ده ربنا سبحانه وتعالى منعه عنك لسبب من اتنين. وأنا عايز قبل ما أقول لسبب اتنين عايزك تفتكر كم حاجة كان نفسك فيها وما حصلتش، أو كم حاجة نفسك كانت إنها تمشي بالطريقة الفلانية وما مشيتش بالطريقة الفلانية. كم حاجة كان نفسك إن هي تيجي في الوقت الفلاني وما جاتش. كم حاجة من وانت صغير كده وعمال تكبر سنة ورا سنة ورا، كان في حاجات نفسنا فيها كتير ما حصلتش. وأنا عايز أقول لكم سبحان الله، ويمكن كل ما الإنسان بيكبر في السن بيعرف الموضوع ده أكتر. يعني يمكن الشباب الصغير ما يحسش ده، بس الواحد شاف في حياته كل أزمة وكل مشكلة وكل مصيبة أحيانا في حياتك طلعت في الآخر حاجة حلوة. مش هي حلوة، إنما طلعت حاجة كان لازم تحصل عشان الحاجات الحلوة تحصل. لولاها ما كانش الحلو اللي بعد كده ده وصل. أنا ابتداء كده عايزك تفكر، هو أنا كان نفسي في إيه وإيه اللي أنا كنت عايزه. يقول: وتنسى أنها قد تمنع لأحد أمرين. واحد، إما لمصلحتك فربما طلبت معجل أذى. يقول: واحد، إما لمصلحتك فربما طلبت معجل أذى، يعني أنت طلبت حاجة أذى أصلا، فأنت اتمنعت الحاجة اللي أنت نفسك فيها دي. ليه؟ عشان مصلحتك، مش عشان حد تاني. لو كانت حاجة حلوة كانت وصلت، كانت جت، بس هي حاجة مش حلوة أنت شايفها إيه؟ حلو، بس هل هي حلوة؟ لا، مش شرط. تقولي لا والله أقسم بالله حلو. واحدة واحدة، ما احنا في سبب تاني. بس هي لو كانت فعلا حلوة كانت وصلت. لو كان خير ليك كان وصل لك. لو كان ينفع تستعملها. أكم من واحد عنده نفس الحاجة اللي انت عايزها وهدمت حياته بسببها. كتير، صح ولا غلط؟ يعني أيهما يمدح في ذاته، الفقر أم الغنى؟ الغنى يمدح في ذاته طبعا، الفقر لا يمدح. إنما الصبر على الفقر هو الذي يمدح. إنما الغنى في ذاته إيه؟ يمدح طبعا. تمام؟ ولكن الله عز وجل قد يفقر عبدا لأن الغنى يفسده. تقول لي يعني ماشي، ما هو برضه ممكن الفقر إيه؟ ما يصلحوش. أقول لك بس ممكن تكون أسباب الصلاح في الفقر أهون. يعني شوف الواد ده في الفقر وخربها، أمال بقى لو كان غني ويقدر يعمل ويعمل ويعمل ويروح ويجي، هل كان ممكن يجي في دماغه مرة أنه هو يبطل ويتوب؟ مستحيل. لعبال ما يخلص الحاجات أصلا تكون حياته خلصت، ما يقدرش. إنما فلعل أسباب الهداية أقرب إليه وأنفع إليه في هذا الحال. ممكن